يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي هنشوفه دلوقتي ده جهاز باور 1.5. جهاز الباور 1.5 ده فانة داخلية مع وحدة خارجية يونيونير. طبعا اتعاملنا معاه وتم تركيبه، بس كان في كذا تعديل. اولهم الكارتة نفسها كانت جاية ما فيهاش ريموت خالص، وتم الحمد لله ان احنا نكشف على الكارتة ونوفق لها ريموت اصلي يركب ليها. الحاجة التانية ان احنا الوصلة بتاعة الفانة كانت فيها جزء مقطوع. الجزء المقطوع ده ما فيهوش صامولة، عشان ما فيهوش جنب ذكر عشان يركب فيه صامولة. فيا اما ان انا هلحم، يا اما ان انا هلحم الوصلة الجديدة اللي جاية في قلب الماسورة، يا اما اركب الذكر الاصلي بتاعها. بس المقاسات دي قديمة مش موجودة، فاضطريت ان انا اركب صامولة نص. الصامولة النص دي لازم ان انا اعمل فليب كبير على الحجم اللي هو المعتاد، عشان خاطر الماسورة نفسها 3 اتمان مش نص. فعشان الماسورة 3 اتمان يركب في قلب اليونيون صامولة نص، كان لازم ان احنا نكبر شوية بالفلير، وده تم. دي عقبة عديناها. العقبة التانية ان انا عندي الصامولة بتاعة الوصلة نفسها عشان تركب في الوحدة الخارجية. المحبس بتاع الوحدة الخارجية هو 3 اتمان اصغر من النص، فطبعا كان لازم ان انا اقطع في الماسورة اللي جاية من الوصلة الجديدة علشان اعمل صامولة تعديل للمقاسات القديمة والحم عشان تركب في قلب الوحدة الخارجية. الليلة دي كلها تعديلات ما بين موديلات قديمة وما بين الوصلة اللي نازلة جديدة. الوصلة اللي نازلة جديدة نص، الراجع بتاعها نص، لكن اللي موجودة في الفانة الراجع اقل من النص. واللي موجود المحبس بتخلي المحبس زي ما هو وشغل على اللحامات الخارجية عشان اقدر ان انا اقفل الجهاز والم الموضوع. ده غير طبعا ان احنا هنبقى شايفين ان المحبس بتاع الهاي اللي موجود في الوحدة الخارجية فيه تهريب، فده اتعاملنا معاه وتعالج عشان برضو الدنيا تمشي والامور تمشي. عشان كل خطوة بتتم في الجهاز بتبقى تكلفة على العميل. لو انا غيرت محبس فانا هكلف العميل شحن من اول وجديد، ولكن حبيت ان انا الم الموضوع بالمتاح. المتاح ايه؟ ان انا اركب يونيون اللي هي الوصلة اللي بتركب ما بين الفانة وما بين وصلة المواسير الجديدة، علشان اقدر ان انا اقفل الجهاز. لما تيجي قدامي حاجة زي المقاسات المختلفة في الوحدة اللي بره، كان لازم ان انا اتعامل واقطع مواسير واعمل لحام واركب عشان اشغل الموضوع كله. وده اللي تم. في اجهزة بتتعامل معاها كده انك انت تلم الموضوع، وفي اجهزة لازم توقف شو عشان دول تعمل يساعدوا انه الصح يفضي حتى في لو اليوم. هيكلفك شحن جديد وكده. وده اللي تم مع الجهاز ده. بسم لو الله. عندك كومنت ولا عندك حاجة تابعني وبرد على اي كومنتات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا مشوار بره كده هخلص. ولو كده اتاخرت شويه ان شاء الله بكره اعدي عليك. يلا تمام. كده هنفتح في اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظبط بقى ايه